السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهدت حديقة حيوان الفيوم حادثا مأساويا صباح اليوم، حيث تعرض أحد حراس الحديقة لهجوم مباغت من أسد مفترس داخل القفص المخصص له، مما أدى إلى وفاته على الفور. وأثار الحادث حالة من الذعر بين العاملين والزائرين، وسط تدخل سريع من الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الحديقة للسيطرة على الموقف. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود إشارة إلى غرفة عمليات شرطة النجدة حول تعرض أحد حراس حديقة الحيوان لهجوم من أسد مفترس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني حول منطقة بيت الأسد لمنع اقتراب الزائرين وضمان سلامة الجميع. ثم تم نقل جثمان الحارس إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وسط حزن عميق بين زملائه في الحديقة، كما تم تحرير محضر بالواقعة ويختار الجهات المختصة التي بدأت في التحقيق لكشف ملابسات الحادث والتأكد مما إذا كان هناك أي إهمال أو تقصير أدى إلى وقوع هذه الكارثة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ويربط على قلب محبيه وذويه. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.